سحرة المغاربة، سحرة المغاربة مو طبيعيين. شوف الإحصائيات، المغرب بالمنتخب الثالث يا ناس يا عالم، حتى لو مو الثالث، حتى لو الرابع، حتى لو خامس. اللاعب المغربي متأسس صح. اليوم اجاني احساس كأنما المغربي ولد لي يلعب كرة قدم. يا اخي ماكو هيك منتخب مطرود من عنده لاعب وباقي ب10 لاعبين ومتقدم بالنتيجة، واخر دقائق ما يضيع وقت وما يلعب باص الى الخلف، يلعب الى الامام يريد يسجل الثاني. يا الله، هارد لك لسوريا. خسارة مستحقة بالنسبة لكم. المغرب كان أفضل بالطول وبالعرض. ألف مبروك للمغاربة. يا أخي والله كنا قريبين، يا أخي والله العظيم كنا قريبين، أقسم بالله ما كان هذاك الفرق الكبير بالمستوى. أول شيء كل الشكر للاعبين المنتخب، قدموا أداء بالبطولة، أداء بشرف، دفاع واستبسال والله شرف كل سوري. احنا منتخب خارج من حرب، منتخب ما عندوش لا أكاديميات ولا بنية رياضية تحتية، قدرنا نوصل لهالمستوى، نقف راس براس ضد المنتخب المغربي اللي عنده الأكاديميات وعنده البنية التحتية الكروية وغيره من المنتخبات العربية كمنتخب قطر ولا منتخب تونس. بس كنا قريب والله، كنا قريب والله، كنا قريبين. لكن المنتخب المغربي تأهل مستحق، لعبوا مباراة جميلة جدا. عاد المنتخب المغربي يعني نقول من ثالث العالم، شو بدنا نقول يعني؟ حرام والله حرام. مبروك مبروك، وتونس احنا جايين معكم على المطار. ألعب واحد بالمنتخب السوري هو الحارس، قسما بالله العظيم الحارس ترفع لك القبعة. ألعب واحد بالمنتخب. أما البقية يا زلمة عم بيلعبوا برخاوة، عم بيلحقوا الطابة، عم بيرقدوا وراهن، يعني ما بعرف، قسما بالله العظيم خجلتونا. هلا خذوا جماعة الشعوذة شماتة يا محمد. الحارس تحية لإلك دخيل رب حارس منتخب السوري، هذا فعلا لعيب. بس البقية يعني لو موجود عمر خريبين كان أنجز، بس سبحان الله يا حرام. بس يا حيف، 1-0 للمغرب. خذوا شماتة هلا، خذوا شماتة. ما بعرف بدي أحكي كلام يعني على اللعيبة عم تلحقوهم وهن لك يلعبوا بالشراسة هجوم العمل، وإني لاعب كرة قدم بس لا كسر عظمهم يا حرام. باي باي منتخب سوريا، الى المطار الى المطار وانتهى المشوار. قلت لكم ماتش اليوم راكم باش تخسروه وما كمش متعدين لحتى دور اخر، حدكم للدور هذا. اوكي، ربي يتاح فيكم، ربي يتاح فيكم على الماتش اللي عملتوه انتم في فلسطين. وهي فلسطين خالت عليكم. انا راني في الكوره متعصب، معناها راني مع تونس على الاخر، نولي خايب معناها في الكوره. دونك انا فرحان اللي سوريا خسرت الماتش هذه ومن بعد منتخب فلسطين ويودوا من الدور هذا. باي باي. اما استناو عاد، ما تروحوش وحدكم، ومن بعديك الماتش مازال شوي اخر باش يبدا، يهزوا معكم منتخب فلسطين فرد مطيره. ما كنتم مع بعضكم تفاهمتوا في الماتش، كملوا مع بعضكم فرد قصوا فرد طياره وروحوا فرد طياره. في الماتش هذا الدقيقه 90 وانتم تلعبوا قاتلين رواحكم تحبوا تسجلوا هدف، لكن ما نجمتوش، ما لقيتوش لعبكم مع منتخب المغرب. راني انا ما نشجعش المغرب، لكن الحمد لله انكم خسرتوا، فاز عليكم المغرب وما نجمتوهوش وخسرتوا مروحين. اكا واعطيني هذاك، انا توا فرحان على الاخر على اللي عملتوه الماتش هذاك. الميثاق الرياضي تعلم مش معناه ميثاق رياضي، مش مرة جاية تعرف مش معناه روح رياضية، تعرف تكور مش تسيب تروح هكاك. ما تفهمين؟ روحوا فرد طيار. أول شيء مبروك للمنتخب المغربي على الفوز. صراحة أنا كتير منبسط من أدائنا، يعني دفاعنا كان حلو وحارسنا انفلح عليه فلاحة عن جد، صار يصد. حسيت الحارس هو لازم ياخد نجم المباراة وياخد كل شيء لأنه انفلح عليه فلاحة الكلب. فكرة إنه المغرب كانوا متكاملين أكتر مننا. نحن ما عنا هجوم حرفيا، نحن عنا دفاع وخط وسط. هجوم انسى، ما في غير عمر خريبين ودخل آخر 10 دقايق وما مصاب الزلمة. شو انفلح عليه فلاحة الثاني بمباراة قطر وتونس. ما خلص يعني جيبوا لنا عمر السومة مثلا. ليش ما اجى عمر السومة اساسا؟ يلا البطولات الجاية ان شاء الله. لعبنا اداء منيح ومبسوط كثير من المنتخب السوري صراحة. وخلوا الحارس لا تروحوا، لانه اذا روحتوا رحنا. السلام عليكم. مبروك للمغرب، مبروك للمنتخب المغربي، مبروك للمشجعين المغاربة. مباراة كانت جميلة، كان المنتخب المغربي افضل منا بالهجوم بكثير، ولكن نحن كنا دفاعيا شرسين قويين بالدفاع، ولكن ما حلفنا الحظ انه نسجل. ولكن الحمد لله، مبروك للطرفين وهارد لك منتخبنا. ولكن الهدف تبع المنتخب المغربي اللي صار هو غلط صراحة. المغرب حاولت كل شيء ما قدرت تسجل، ولكن الهدف صار غلط، وبالتالي مبروك عليهم.
جيني معايا سوريا ماتش كومبلي ما كريوش شونس ماتش ولا المباراه كاع المغرب هو اللي كان ضاغط كان مستحوذ هو اللي خلق فرص ماغري عندها دي زاتاكون حسب شارينهم من تيمو والله كون كان غير شويه تركيز ملي زاتاكون تاع المروك كون كانت تخرج نتيجه ب3 ولا 2 نورمال. سوريا ما لعبتوش اليوم قعدتوهم من الوسط لا ديفونس وتولوا جوار مليح من جهه المنتخب السوري اليوم هو الياس هذا ولا الياس ريكاردو. الياس اليوم كون مشي هو كان غادي يدو 3 سوريا كان 60% من المنتخب السوري اليوم قال لهم لا كان البالون دخلت انا مشي سوري. كيتيوي اليوم ما خلاكمش تلعبوا في المنطقه تاعها خلاكم من الوسط لا ديفونس وتلعبوا متراجعين تقريبا غير المغرب اللي كان متحكم في المباراه. سوريا كاين زوج سؤال اكدهم لكم اليوم ما كاش فلسطين ثانيا راكم بعاد ما جيتوش اليوم ثالثا والله لا نبغي شاورما سوري دي جوار في ليكيب تاع المروك تاع المحليين زحزوح اليوم كان مليح اوفونسيفمون رايحت له اللمسه الاخيره ديفونسيفمون اليوم كان اكثر انا نهضروا على الكونترول تاعه ولا لا ريكيبيراسيون دو بال اللي دارها على لا دروات وماغري هو يلعب على لاغو وسام غرون جوار في الاصل سيما اسمك عندنا هنا في الجيري شويه فيه لومو كونتر سوريا اليوم افضل لاعب في المباراه يدير كل شيء خوتي في الوسط كاين اسامه وكاين الزحزوح في المروك ملاح عندنا التيسو دالي افضل لاعب من جانب الخصم سوريا حبابيني قلت لكم شاورما الوالا ما كاش اللي يخلف فيكم صح في البالون كم بعد ما فيها والو تخدموا بالك خطره جايه بالك باذن الله تروحوا دومي فينال والمغرب دومي فينال يقارع على الجيري بين امارات الغاش ما يروحوش هضره تكون احنا والجوارين باذن الله في دومي فينال ترحموا للوالدين صلوا على النبي سلام. ايوا قال لك جوار ربحوا بصحتهم سما بقات فينا حنايا اسكو فيها اسكو ما فيها قلت لكم عرب اسيا ما عندوش معنا اخوتي الكف ودير الصف ماتش اليوم مينيمو كي ما يكملش يكمل 3-0 ولا 4-0 ولا غالب البالون ما بغاتش تدخل. سوريا واش هاد اللعب تاع لافريك اللي تعلمتوه ضيعه العوجه 90 دقيقه وانتم مبلعين بنيتو حيط الرول فرصه واحده ما داروهاش كي الناس. سوريا فقاعه وصنعتها تونس وما غير تاع مسلسلات وماكله وزواج هذا ما كان الماجيك الله قرع خطينا من داك التفلسيف غدوه صديقي خلينا منه. امارات نصو كاع مجنسين ماشي هما اللي يشدونا رانا بغي نلعبو دومي فينال كونتر جوارين باش يخرج ماتش شباب. رساله الى جاري العزيز ملي بدات لاكوب وحنا خاوا وماذا بيا تكمل كيما هاك نتوما تسيبورتونا وحنا نسيبورتو مالغري على بالي ماتش هذا غادي يطيح كاع واش بنينا بصح نسيو نقعدو كيما هاك بروبليم تحمس نتمنى ان شاء الله نتاهلوا غدوه ومن بعد ساعه. ليسونسيال ان شاء الله كان يعجبكم الفيديو ما تنساش تعطيني رايك في الكومونتير وزيد دير معك ابوني وبارطاجي مع صاحبك المغاربة عملوا من السوريين شاورما سوري مع شوية دقة حلوين. والله حبايبنا السوريين انتوا شركاء الوطن وعهدنا وعرسنا قسما بالله انا كنت متوقع ان انتوا تعملوا اداء ده رجاله والله العظيم كنتوا تستاهلوا بس المنتخب المغربي فعلا كان النهارده كان قوي بس كنتوا تستاهلوا والله العظيم تأهلوا كنت احسن من مصر بكتير. طبعا المستوى فارق 59 21 تسديد منتخب المغرب قدام منتخب سوريا 6 تسديدات فارق المستوى فارق كل حاجه فارق جدا. بغض النظر النهارده ان الحكم ما كانش احسن حاجه كان ضيع كده جبهتين وضربات جزاء مش محسوبه بس هو الماتش عدى خلاص. الطرد كان مستحق المنتخب المغرب وحرفيا غير مسار المباراه لو كان قبل كده كان غير مسار المباراه من زمان. لكن المنتخب المغربي عمل اداء يستاهل على البطوله اداء فعلا يستاهل المنتخب المغربي لا وكام ده بالفريق الثالث عزيزي المشاهد. في النهايه في الاخير اخواتنا المغاربه واخواتنا السوريين عنا وعراسنا والاثنين كانوا يستاهلوا يتاهلوا وفعلا المنتخبين كانوا جامدين بس تاهل الاحسن في المباراه دي وصراحه يعني هارد لك المنتخب سوريا حبايبنا ما تنساش بقى ترزع اللايك. خلصت اللعبه وان شاء الله الف مبروك للمنتخب المغربي بس عن جد في شغله علقانه هون بدي اقولها. المنتخب المغربي فايت كانه فايت على حرب فايتين يعني عم يضربوا باللعيبه هذا الشيء كتير غلط يعني مبيتين الموضوع واضح في لعيبه كتير انأذوا بطريقه بشعه. الله يصلحكم عن جد ماني زعلانه ولا لي متضايقه الامور كلها ترتيب خلص بدي ارجع لحياتي الطبيعيه اصلا انا ما بتابع فوتبول بالعاده بس لانه المنتخب السوري كان عم يلعب كنت عم تابع والامور ترتيب وبتمنى من السوريين يعني هم لسه ما حدا حكى بس اذا حدا ناوي يحكي لا تحكوا انه فضحونا سودوا وجهنا ما عرفوا يلعبوا بليز لا تحكوا هذا الحكي لانه لا بالعكس لعبوا كتير حلو امورهم كانت كتير ترتيب وخلص سكروا ونيكست يلا. اخوان السوريين لا تزعلوا لا تتضايقوا عادي انت خسران قدام المغرب منتخب راجع البرتغال وراجع اسبانيا ولاعب سيمي فاينل كاس العالم لا تزعلوا والله انكم اديتوا اداء ممتاز قسما بالله العظيم. بعدين انتوا طالعين من معاناه وطالعين من معارك وحروب وابصر شو عادي قول الحمد لله رب العالمين وصلتوا المرحله هذه والله حتى بطلعوا الرفع زيكم منتخب مغربي عليم بالله عندكم حارس سد من سدود دمشق. بدات بلاد الشام تسقط يا اخوه ورقه
والله اني زعلت على المنتخب السوري، بس الحمد لله رب العالمين، بس لا تتضايق وعادي خلص، اللي صار صار، ان شاء الله فالكم التوفيق والبطولات الجايه تعوضوا. بس انت خذ الامور اخوي السوري، انا عارف انك الان مقهور، خذ الامور بصدر رحب، احنا كنا معك ونشجعك، الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله احنا نجيب البطوله باذن الله يا رب. جماعة الخير، لازم ننصف المغرب، لازم ننصف أسود الأطلس. تعالوا خلونا نتكلم. أيعقل يا المغرب رحت إلى نصف النهائي وأنت بالصف الثالث؟ أيعقل؟ يعني ما أنا عجزت من أن لا أتكلم، أنا عجزت وتكلمت عن المنتخبات الأفريقية كثير، نفس الجزائر نفس المغرب، ولكن المغرب بالصف الثالث. وين الآن بنصف النهائي؟ يا إلهي، لازم ننصف المغرب، لازم نشوف إمكانيات المغرب. المغرب لو يجيب أطفال ينافسون معه، ينافسون ممكن يوصلون للنهائي. وانا اقول لكم اياها، المغرب بالصف الثاني قادر بانه يوصل نصف النهائي وقادر بانه ياخذ البطوله. فللامانه امكانيته هو الجزائر واي منتخب ثاني امكانياتهم عاليه وواسعه، كل لعيبتهم يلعبون باوروبا يا اخوان، محترفين باوروبا. فللامانه لازم نقول كلمه واحده، انصفوا المغرب. فيديو صغير نحب نبارك فيه لاخواتنا واشقائنا المغاربه، مبروك عليكم الفوز، رانا فرحنا لكم. ونحب نوصل الميساج، انتوما تفهمتوا معاهم باش تتعادلوا، واحنا تفهمنا مع المغاربه باش نربحوا، والربح ما يكون كان عندنا المغرب العربي. يلا على المطار الناس الكل، يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد. ألف 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 مبروك للمغرب التأهل إلى نصف النهائي، وهارد لك لحبايبنا أهل سوريا. وجود سوريا في البطولة يا معلم لحاله يا سيدي العزيز يعتبر بطولة للعرب الصامدين الأبطال يا معلم الصبورين. وقلبي الظالمة قولوا لي كلمة، أنا مخرج راسي اسمح. يعني المباراة يا إخوان دفاع ضد هجوم، بالغ منتخب سوريا بالدفاع يا معلم. المنتخب المغربي يا سيدي العزيز عبارة عن فليك برشلونة، ضغط هجمات لما يا سيدي العزيز يا معلم جابوا الهدف. أكثر يا سيدي العزيز يا معلم واحد شفته يا معلم في المباراة يا معلم، وسامحوني، إلياس هدايا، هذا الحارس تبع يا سيدي العزيز يا معلم سوريا يا معلم، قلب كورتوا يا ولد، ولا غلطة حتى يا معلم الجول اجى عليه يا معلم نتيجة ارتداد. بس كان حلمي اشوف يا معلم شخص واحد يا كبير اللي هو يا معلم حارس المغرب، انا ما شفت وجهه، انا مش عارف شو لابس صراحة. فيا معلم الف مبروك، فوز مستحق للمغرب، وهارد لك لسوريا بتلعب على امكانياتها يا معلم. وان شاء الله نشوف مباراة نار بين فلسطين والسعودية يا معلم، يعني اجواء نار راح تكون ان شاء الله. اسرع طريقة تخلي منتخبك يخسر فيه بالبطولة هو انك تغني المغرب وينه نكسر عينه. المغرب اليوم كانوا مسيطرين على المباراة بالطول وبالعرض، تسديدة رايحة تسديدة جاي، وهيدا المنتخب الثالث. يعني لو عم يلعبوا بالمنتخب الأول ما في داعي نعمل البطولة كلها من أساسها. حارس سوريا اليوم بطل بوفون، شايل المنتخب على ظهره وشايل أكتر من تسديدة كانت أهداف محققة. بعتقد أنه هو أحسن من كتير حراس بأوروبا، بس أكيد هالشي ما بكفي لتفوز أمام منتخب كبير مثل المغرب. اليوم ضيعوا كتير فرص وسوريا ما استفادوا من هالشي، يعني حتى حارس المغرب ما بعرف كيف شكله. هارد لك للمنتخب السوري صراحة، المنتخب بيرفع الراس. اليوم كانوا شانين حرب، تخيلوا 4 بطاقات صفر وبطاقة حمراء. نصف النهائي حيكون يا اما ضد الجزائر يا اما ضد الامارات. بالنسبه لي اذا تاهلوا الجزائر حتكون احلى مباراه بالبطوله. انا متابعه كل كاس العرب على منصه شاشه سبورتس، من المباريات للاستوديو التحليلي للتغطيه ما بعد المباريات، منزل ابلكيشن وبتابع كل شيء هونيك. المغاربه كان لعبهم كله تكسير بتكسير، همج، كانوا داخلين بمصارعه حره، يعني مو كرة قدم. هذا اللي بيدعس على الكاحل، هذا اللي بيخبط راس اللعيب بيعمل له ارتجاج، وهذا اللي بيضرب له ضلوعه والعمود الفقري. ما عم اقول لكم اخذين اللعبه تكسير بتكسير عشان يطلعوا اللعيبه، حتى الحارس ما سلم منهم. معروف منطقه المغرب العربي في عندهم حقد عجيب، حقدهم عجيب ولئيمين جدا 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 للاسف. وهن بيعتبروا حالهم مع بعض. يعني صحيح انه في مناوشات بيناتهم، بس يعني وقت يتعلق الامر بالسعوديين ولا اهل الشام بيلتموا علينا او بيجتمعوا علينا. عرفتوا كيف؟ المباراة كلها تكسير بتكسير، والله انه كلها تكسير بتكسير، ولا لها علاقة بكرة القدم من الاخر. يعني الف مبروك للمغرب، تأهل الى النصف النهائي عن جدارة واستحقاق بانتظار الجزائر. المهم تونس راهي راضي عليكم، حنا الجزائر رانا راضيين عليكم. خرجتوا لنا هذه سوريا القرف العفن الكروي، خرجت لنا تونس. هادو يخرجوا تونس، هادو بغاو مباراة تعادل باش يخرجوا تونس. زعما شوفوا المستوى، وين راه المستوى. رسالة الى سوريا والى عرب اسيا،
شفتوا انكم بعيدين عن كره قدم، والله لا ما تستاهلوا تلعبوا كره قدم، بعيدين جدا. اليوم المغرب بالمنتخب التالي، خلينا من هذا الشيء، او المنتخب الرابع، لكن اهانتكم كره قدم 8 كتبيكم، خصوصا بعد الهدف. مستوى صفر، ولا هجمه ولا تسديده على مرمى، الحارس مكيف لك. شو هذا؟ والله انكم متابع كره قدم، والله انكم بعد عن كره قدم. اليوم المنتخب المغربي لازم يفوز 6 أو 5 على الاقل. الحارس تألق، لكن المغرب اليوم متعه عن جداره واستحقاق، يستاهل التاهل. انتم تبع باب الحاره، سيخ، الشاورما والى اخره. اما كره قدم بعيده عليكم، بالواحد غادي تبداو تخرجوا. المهم تاهلت المغرب، غدوه باذن الله تاهل الجزائر، وغادي تشوفوا افضل وامتع كره قدم في هذه الكاس العرب. في كاع العرب تشوف هذه افضل كره قدم بين المغرب وبين الجزائر. والمنتخبات الرابعه، المنتخب الرابع تبع المغرب وتبع الجزائر، وراح تشوفوا كي داير كره قدم وتتعلموا من عرب افريقيا. عمامكم في كره قدم، عمك ولك. المهم تونس سوريا جبدها، هذه هي 1 2 3 فيفا الجيري، ونتلاقاو في الدومي فينال، مباراه اسطوريه. فاموس هذيك الدوزيام ميط، هذاك السيد اللي بغينا سكيتيوي من شحال هادي بغينا نشوفو بحال ديك الدوزيام ميط اخويا سكيتيوي. شفتي اللعابه ديال راسا، شفتي ليا بوركسوت، شفتي ليا بوغرين، هذاك اللي دخل في الدوزيام ميط علاش ما كنتيش كتدخلو اخويا سكيتيوي؟ مرضتيني بزحزوح هذاك السويعر يا حرامي داك السويعر، وداك في الميليو، داك الميليو بلاصه الكارتي، هذاك ما يدخلش هذاك الدراري، داك الميليو بلاصه الكارتي. وبنتيك هذيك الفيتيس اللي ديال كاري دبر الدوزيام ميطا معطى نشوفو المساوي حنايا، ونشوفو بنتيك في البونتوس، ونشوفو بوغني في بونتوس، ونشوفو داك السويعر في بونتوس الكارتي لاعب حسومه سكيتي وديال الفريقه ديال بصح. احسن دوزيام ميطا داروها المنتخب من نهار بدات الكومبيتيسيون ديال كوب داراب. سمح لي يا خويا سكيتي، بينتي اللمسه ديالك في الدوزيام ميطا، ولكن منقص ندوز بزحزوح انا بلاصه السويعر هذا، منقص ندوز مساوي في بلاصه بنتيك حسومه بوغرين. اجيال صغار ولا اطفال يلعبون احسن منهم، ما بي غير الحارس. ما كان في لك، ما في اندفاع، ما في لك، ما وصلوا الجول الطرف المغربي. الحارس المغرب ما شفنا شكله، زاد مسمين حالكم لاعبين وصقور سوريا، وشيلوهم وحطوهم بسط الزباله. اقسم بالله خليهم منهم بس الحارس، وجيبوا جيل جديد. كنسلوا الكل الكابتن وربعه فورا، بس خسر الفريق. الحكم روحنا لمسه يد، الحكم روحنا ضربه جزاء، الحكم يعني وقفت اللعبه. هلا نفترض اخذنا ضربه جزاء، اقسم بالله على هذا اللاعب والله العظيم، والله لو مداخلين جول لناكل 5 وراه. بغير مباراة. منتخب المغرب فريق قوي، بس نحن كمان فريقنا في منتخبنا قوي، بس ما شفت فيه خطه، ما شفت غير انه عم يدافع. اعطوني لشوف كم تسديده فيها بكل اللعبه، اعطوني لشوف ساعه ونص لعب كم تسديده فيه على منتخب المغربي. يلا عدوا لي هون، بينعدوا يا 2 يا 3، وما لهم خطرات يعني ما لهم هالواو يعني عرفتوا شو؟ فما نقعد. المنتخب بده شغل يا اخي كمان نحن. بس والله لعبوا مباراة ثانية، لعب مزبوط منتخبنا، ليش هيك صار؟ لا بالشوط الثاني لعب اخر 10 دقائق. ايه بس قصدي اخر 10 دقائق بلشت اشوف بلش يبين المنتخب السوري. هلا غير هيك مباراة قبل كان عم يلعب بقوة، ليش هلا ما عاد لعب؟ احضرنا له مباراة حبيبي، كمان عم يلعب قدام منتخب مختلف. معلش اليوم عم نحكي نحن المنتخب المغربي اهم يعني كمنتخب اهم من السوري ومن الفلسطيني ومن منتخب قوي يعني، بس تفوز عليه بتعمل انجاز. هذا يعتبر انجاز كبير. المغربيين المنتخب المغربي والله لعبوا ومعروفين بالخشونه يعني، لعبهم خشين اجسام ما شاء الله عليهم. بس هون انت بقى بدك تلعب بذكاء. كل فريق في له خطه. هون شغل المدرب، هون بيعرف وين يوجه اللاعبين. على فكره ما استوى معك اول ماتش اول شوط. انا قلت ما بدي اصورها، انا بدي طبعا بتطلع شو هاد. بده شغل الفريق، بده شغل يا اخي، بده شغل مظبوط. ما نجامل بعض، بيستحقوا الفوز. ان شاء الله الف مبروك للمنتخب المغربي. وانا يعني مو انه والله عم وان شاء الله منتخبنا بس اكيد منتخبنا ان شاء الله بيشتغلوا عليه اكثر باذن الله، بيشتغلوا وبينشغل عليه اكثر. المنتخب بده شغل منيح.
والله شو الحارس؟ اي لاف يو الياس. شكله اكل يبرع. والله لا بالجزيره بكون طعمينه كبيبات ونزل. السلام عليكم. أنا بحياتي ما حضرت مباريات صراحة، ماني من هاوين كرة القدم يعني، بس بدي أعقب على شغلة، لأني أول مرة حضر مباراة منتخبنا مع الفريق المغربي. أول شغلة نحن لعبنا مع فريق ونص وليس فريق واحد، لأنه نحن لاعبين طول بني آدم طبيعي، يعني إنسان طول طبيعي. لا هم جايبيننا واحد طوله مترين، كل ما يمد اجره توصل اجره من منتصف الملعب للحارس للمرمى السوري، وهاي المعادله غلط، نحن ما نقبل بها شيء، وهاي غير محسوبه ابدا. ثاني شغله هذول فايتين على حرب، يعني فايتين يحاربون، مو فايتين يلعبون كره قدم. يعني من اول المباراه لاخرها اصابات واسعاف رايحه جايه، هذا مو لعب منتخب يفهم باصول اللعب صراحه يعني. هذا لعب بربري قولا واحدا يعني، حتى سببون اصابات كثيره يعني. هذول فايتين طحش بدهم يفوزون بالقوه بالحرب بالمشاكل، لو نعرف هيك كان جبنا معانا عصي، سلمنا الشباب عصي وخلاص يشوفون شغلهم يعني. فالله يعطيهم العافيه فريقنا وما قصروا، وانا اعتبر نفسي انه هذا الفوز بالنسبه لهم صار صدفه، هي ضربه الحارس كان جدا بطل وشجاع وما قصر، وفريقنا كله ما قصر، وعمر خريبين نزل وايده مكسوره. انا اعتبرها بطوله، فريقنا حارب صراحه، حارب مع هيج فريق. اصلا نحن يعني الحمد لله رب العالمين بعد انقطاع 14 سنه الانديه عندنا حتى ما اكتملت يعني. فان شاء الله هاي المره فازوا بالصدفه، المره الجايه ما راح يفوزون ابدا. فلذلك غير عادله هاي اللعبه ابدا، حتى الحكم ما عجبني وما حبيته ابدا للصراحه يعني، حسيته انه تغاضى عن كثير شغلات، يعني ما ادري يسلك كثير امور. فاللي بدي اقوله فريقنا انت الظل كبير، بني اميه نسور قاسيون ما يهمكم ابدا، انتوا اللي قدمتوه هذا شيء عظيم ونحن راضين عنه، وما قصرتوا ابدا ابدا. واني اعترف لكم ان انتوا لعبتوا مع فريق ونص، فريق العمالقه ديناصورات، والله ما ادري شنو جايبين، لانه لاحظت من بدايه المباراه لنهايتها انه يا اخي هذول يعني ما ادري خلال ثواني يمد اجره يصير بالطرف الثاني. نحن بني ادمين طبيعيين صراحه يعني، ولسنا شغله ما ادري شلون جايبينهم هذول ماطينهم، ما اعرف شلون توصل الكهرباء لعندهم يعني او الاكسجين يعني. انا اعتبره انتوا الفايزين صراحه بهاي المباراه، انا اعتبر نفسي انتوا فايزين والله العظيم. الهدف اللي حطوه بالصدفه وليس اجتهاد، واقف صد الحارس الكره ارتدمت رجعت، كان هذا موجود بالصدفه، فات حتمه ضربها الله جابها بالمرمى. ف اوعكم حدا يفكر انه فازوا علينا بجداره، حاربنا منيح ولعبنا ممتاز، وعلما انه كل واحد منهم يطلع ضرب ثلاثه عنا جايبينه على الدبل، لاعبينهم جايبينهم على الدبل وضاربين قفاز كمان صراحه يعني. فمشان ما نطول الحديث، فريقنا نسور قاسيون، احسنتم بارك الله فيكم، وان شاء الله ان شاء الله الفوز دائما فالنا، والمرات القادمه ان شاء الله راح ناخذ البطوله باذن الله وبسهوله. تحيه لفريق نسور قاسيون، وتحيه لكل سوريا الحبيبه، وتحيه لشعبنا وفريقنا ومنتخبنا وكل شيء شجع سوريا، تحيه له. كل شيء شجع سوريا تحيه له من جميع الدول العربيه حبايبي. للاسف الفرحه السوريه ما اكتملت اليوم، هاردك لسوريا ولجماهير سوريا ولجماهير المنتخب السوري. ما بعرف واحد شو بدي يحكي، كنا متمنين انه اليوم المنتخب السوري يربح، كنا متوقعين اليوم انه يكون في فرحه جديده للمنتخب السوري وجماهير المنتخب السوري. للاسف ما صار هذا الشيء. المغرب اليوم قدمت مباراه عالميه والصراحه تستحق الفوز. اليوم المغرب قدمت مباراه اكثر من رائعه. في لنا ضربه جزاء بالشوط الاول ما احتسبت، ما بعرف ليش، ضربه جزاء فاضحه وواضحه كانت بالشوط الاول ما احتسبت للمنتخب السوري. بشكل عام الف مليون مبروك للمنتخب المغربي، هاردك للمنتخب السوري على هاي المباراه، بس بشكل عام مبروك للمنتخب السوري على هاي البطوله. ارفعوا راسكم ارفعوا راسكم، والله العظيم انكم تستحقوا الاحترام يا المنتخب السوري ولاعبين المنتخب السوري. ما تنسونا المتابعه واللايك. سلام. المغرب سوريا، برافو المنتخب المغربي، اليوم دار اللي عليه. منتخب سوريا، حتى منتخب سوريا دار اللي عليه على كل حال. منتخب سوريا عندهم حارس الله يبارك، لو كان ماشي الحارس هذاك تاع سوريا الماتش تاع اليوم كان راح يخرج 6-0 للمنتخب المغربي. اليوم لو كان ماشي الحارس تاع سوريا اللي كان مستوى
عالي جدا. كانت راح تكون هذه المباراة خلاص 6-0. الحارس اليوم 99% تاع منتخب سوريا هو الحارس. اللاعبين داروا اللي عليهم، مي كما قلت لكم صباح والبارح في الفيديو اللي فات الربع النهائي يعني لا باس. منتخب سوريا الربع النهائي حاجه مليحه. ما زال بطولة واحدة أخرى كأس العرب اللي راهي جاية، هذه كما يقولوا اكسبيريونس، تجربة للاعبين الفترة الجاية إن شاء الله. والمنتخب المغربي يتأهل إلى النصف النهائي. برافو المنتخب المغربي. قولوا لنا كم وش رايكم في هذه المباراة. منتخب المغرب اول المتاهلين لنص نهائي كاس العرب. هارد لك لمنتخب سوريا، حظك انك وقعت مع منتخب ما بيرحمش. انت تعرف مين اللي كسب منتخب المغرب النهارده؟ مفاجاه. بص كده، وليد ازارو. وليد ازارو هو اللي مكسب المغرب النهارده. يا ذكريات وليد ازارو ده لكل مشجعين النادي الاهلي، انا ما خدتش بالي منه خالص وهو مع المنتخب. بالنسبه لي افضل لعيب في الماتش ده كان الياس هدايه حارس سوريا. منتخب سوريا طلع عنده حارس عملاق، بس الصراحه قابله منتخب صعب، يعني هيعملوا ايه يعني؟ المغرب كده هتستنى الكسبان من الجزائر والامارات، ولو الجزائر هي اللي صعدت هنشوف النهائي بتاع 2021 بيتكرر تاني. اللي بيحصل على منتخب المغرب ده لا يمكن يكون صدفه. منتخب قوي ومحترم، ناس بتشتغل، ناس بتطور من نفسها وبتطور من المنظومه وبتطور من اللعيبه بتاعتها. بجد منتخب المغرب يستاهل المكان اللي هو فيها. اذا كان المنتخب ده او المنتخب الاول او المنتخب اللي كسب كاس العالم الناشئين، بجد يا رب المنتخب المغربي يفضل دايما مكمل كده.